خلوه. لكن كفايه الشتيمه اللي خدها من جديد. هقول ايه؟ هو والموقع تاني؟ مش هتكلم على الموقع، انا هتكلم عليه عشان الموقع يعني ده دعمني برضو. تمام. هنا الموقع ده في يوم من الايام دعمني برضو. احنا بس انا ما كنتش احب ازعل منه في الاخر. خليها حلوه بقى، خليها حلوه بقى، صح؟ احنا دايما بنهتم، خليها حلوه بقى، انتوا الاثنين خلوها حلوه للاخر. بنهتم بالطرف والطرف الاخر. يعني لا ده مش طرف، يعني انتوا عايزين يقطع في واحده ميته. هو ده عرف الصحافه، يعني التغطيه الحيه وفي انا كمان، انا كست كبيره. هل يعملوا كده؟ هل يتكلموا في كده؟ في الاعراض؟ ولكن برضه الحاجه ماجده ردت. يعني احنا بنقول دايما الحاجه ماجده ردت فعلا، ما ينفعش يا محمد ما ردش والله. الرد بيكون يعني طب ما ينفعش، انا ما ينفعش ما ردش. يعني اسيب لهم الملعب والساحه، الناس هتقول عليا ايه؟ ما هي فعلا فيها، صح ولا لا يا جماعه؟ ما انا لو ما ردتش يبقى هيتقال كده، لازم ارد. اللي هيعمل بعد كده من النهارده بقول اهو، فيديو واحد عليا هعمل له 5 فيديوهات، 5 حلقات. طب هل الحاجه ماجده وجه ليها عدم النصائح دي؟ يعني الالتزام وعدم ذكر اي سباب في فيديوهات مخبره مع الاعلام؟ مع مين؟ يعني كان في كده بعض الارشادات او النصائح اليوم للحاجه ماجده داخل الجلسه انها وارد انها تتكلم وترد، ولكن بدون يعني حاله السباب وحاله الاهانات اللي بتكون موجهه للاطراف الاخرى. ايوه ده وجه ليكي يعني. ايوه. رئيس الحرس والله انا وعدته، قال لي ارجوك احنا مش عايزين تبقى انت حتى في اتهام واحد ليكي. هيكون في يعني تحكم في تصرفات قال لي من فضلك لو سمحتي مش عايزين حتى اتهام واحد ليكي. ليه التواجد النهارده طبيعي؟ يبقى في اكتر من كده يا جماعه، الناس كلها مدعماني، الله كتر خيرهم. ليه حضرتك اصريتي على الحضور النهارده؟ لازم حضرت قضيتي واسمي وكرامتي وشرفي وسني من كل الجهات. على الرغم ان حضورك غير قلنا وجودي. تفاصيل ايه اللي حصل النهارده؟ ما حصلش اي حاجه، هم المحامين بتاعته اترفعت وانا المحامي بتاعي اترفع وقدم الاسباب المحامي بتاعي. فالقضيه اتاجلت. قعدنا يجي ساعتين 3 بعد ما القاضي خلاص خلص، خرج القرار النهارده 26/2 ان شاء الله محجوزه للحكم. في قضيه سريعه كده. كنت بقول لحضرتك دايما الحمد لله دايما وعقبال ما ربنا يكمل نصره عليا في قضيه بنتي اللي تهمني، انما دي ولا تهمني ولا تهزني بشيء. قضيه احمد رجب وابراهيم طرطاوي ده ولا في دماغي اصلا. انا بحرمهم بس يتكلموا على الولايه وعلى الناس بس، لكن هم يهزوني ما يهزونيش. اللي تهمني قضيه شيماء في الدرجه الاولى، اللي تهمني قضيه بنتي مش انا. هل انا هاخد زمني وزمن غيري؟ ما يقولوا اللي هم عايزينه فيا. اللي معاه شهاده يطلعها، شهاده مش بالكلام، يقول اللي يقوله. وانا هربط كل لسان واحد؟ انا مش هربط كل الالسنه، صح ولا لا؟ مش هعمل كده. كلمينا كده يا حاجه ماجده، ليه حضور النهارده؟ يعني حضور توفيق. لازم احضر ادام قضيتي، انا لازم احضر. لا يعني الحاجه ماجده مفرده، احنا اعتدنا دايما بنشوف الحاجه ماجده وباقي الاسره، ده كان امام محكمه الجيزه. الميكروباصات طبعا الحكومه ليه اليوم الحاجه ماجده فقط يعني؟ ما انا قلت لك بقى الاخواتي اللي كانوا موجودين معايا كله الحكومه مشته. خلاص يا شباب بقى، خلاص كله مشته. انا بشكرك جدا. حابه تقولي كلمه اخيره طيب؟ شكرا لكم كلكم، كتر خيركم. طب لو سمحتي هم اتهموا حضرتك بايه؟ ايه القضايا اللي وجهوها لي؟ ما عنديش قواضي عشان يوجهوها ليا، هم جايين يدافعوا عن نفسهم، هم جايين يواجهوا على نفسهم. ابراهيم طنطاوي النهارده وقفته ان بيتكلم ان ما حصلش وان ده اعلامي وده استضيفه وكده الكلام ده. اتفضل. حاجه ماجده، طب انت الاول كنت يعني بتردي عليهم، يعني هم كانوا مثلا بيطلعوا يتكلموا على حضرتك فكنت بتردي عليهم، ليه بعد كده اتجهتي للقانون وان انت ترفعي عليهم قضيه؟ لا انا من اول يوم والله العظيم يا استاذه صابرين وانا داخله القانون وهم بيتكلموا انا بطلع ارد عليهم. كلكم مولفين عليا، انا عمري ما طلعت من نفسي اتكلمت عليهم، هم بيتكلموا وانا بطلع ارد عليهم. وقلت لهم وهقولها تاني دلوقتي، اللي هيعمل فيديو واحد هعمل له 5 فيديوهات. بس دايما هتكوني رد فعل، مش هتكوني ان انت لا مش هكون انا الاساس، انا هكون رد فعل. تمام. انا هكون رد فعل مش فعل. تمام، وده عدل طبعا انك تكوني رد فعل، مش بتبدأي بالغلط. انتوا عارفيني مولفين عليا، والنهارده انتوا بقالكم 7 شهور و15 يوم معايا وعلى طول كل يوم. هاتوا لي فيديو واحد انا طلعت عملته لايف لاي حد، هم اللي بيغلطوا فيا انا بطلع ارد. طيب امتى حضرتك وفي الاخر المحكمه ان شاء الله وبعون الله تنصرني عليهم كلهم. امتى حضرتك ابتديتي تتحركي قانونيا وتدافعي؟ من اول ما طلع
يعني بعد ما اتكلموا عليا بتاع 10 15 حلقه لقيتهم عارفه كل يوم هرد على ماجده الحشاش النهار، هرد على الحاجه ماجده، هرد على ام شيماء، كل يوم كان كده صح؟ كل يوم. طب فكان لازم اوقفه عند حد. يعني احنا لقيناه نازل فرحان ومبسوط كأن يعني انتصر او حاجه. لا وكان قرروا لنا ايه السبب ده؟ انا ما شفتوش على فكره، انا ما شفتوش، انا شفت حاجه كده طيب. مش قادره اقول لك على شكله. اديكوا شفتوه، حضرتك اديكوا شفتوه. انا همشي بقى ماشي. انا لا اتوقع ان انا يوم في الايام ما اشوف ابراهيم طنطاوي اشوفه كده يعني. ايه ده؟ طيب حضرتك ارفقت الفيديوهات دي في الجنحه؟ ايوه. كل بص من ساعه احمد رجب ما مسك قضيه شيماء واتكلم عليها واتكلم عليا، كل الفيديوهات مع اكرامي، مع جمال، مع ابراهيم طنطاوي، مع علياء، مع هدى، مع اي حد استضيفه واتكلم في حلقه باسمي كلها فوق في المحكمه. احنا عرفنا ان استاذ اشرف فرحات اتقدم ب 21 فيديو. ايوه 21 فيديو. ايوه كنت وقعت في البلكونه قبل كده وقعدت تقول يا رب يعني دلوقتي حاسه ان ربنا استجاب دعوتك. انتوا شايفين ايه؟ لا هو فعلا بامانه مش لسه بامانه. انتوا عندك شايفين ثقه ايه؟ يعني لسه عندك ثقه ان اكيد كل ده هيجي يعني كل شوف. اللي جاب في عرضك أو شوف. في شرفك. شيماء لما جت في الحلم انا قلت هجيب 10، انا كنت ناويه اجيب عجل طبعا بس يوم الصوان بتاعها صح؟ تمام؟ هي سعيده وفرحانه ان انا واقفه قصادهم. فانا ان شاء الله يوم النصر قدام الاعلام كله اهو، وخدت عليهم حكم العجل اللي هيتذبح في جنازه شيماء هذبحه تاني يوم بتاع الحكم بتاع احمد رجب وابراهيم طنطاوي. تاني يوم الحكم هتذبحي عجل؟ تاني يوم هيطلع لله، وكل الاعلام هعزمه ويشوف العجل بيتذبح فديه لام شيماء ولشيماء، فديه في حوش العماره هناك عندي، وتصوروه وتتغدوا كمان وتقعدوا معايا اليوم ده. امال بعد تنفيذ الحكم بقى تعملي ايه؟ بعد تنفيذ حكم ايمن حجاج وحسين الغرابلي ان شاء الله اعمل الصوان بتاعها وناخد عزاها كلنا مع بعضينا. لسه ما انتوا كده اخدتيش كملتوا عزاها؟ الرساله بتاعتكم. لسه ما اخدتيش عزا شيماء؟ يبقى انتوا كده كملتوا الرساله بتاعتكم. زميلكوا على الاقل، بلاش انا مش عايزه حد يدعمني على فكره. انا بعرف ادعم نفسي وبعرف اقف قصاد اي حاجه تتخيلوها، انا اقدر اقف قصادها. انما الا بنتي ان العالم كله بيشكر فيها، وانت يا شويه زباله، انتوا يا عصابه حقيره اللي تتكلموا عليها، انا مش هربط لكم لسانكم، انا هدخلكم القفص. طب ايه رد فعل حضرتك لما كانوا بيتكلموا على بنت حضرتك الاعلاميه شيماء جمال؟ هو انا ما سبتهمش؟ امال اللي انا فيه ده ايه؟ لما كانوا بيقولوا عليها كلام في الجلسه، شعورك اللي كان بيظهر معانا في الجلسه امتى؟ اللي فاتت ولا بتاعت النهارده؟ ما هو ده السبب ان انا قمت رديت. ما انا لسه قايله السبب تاني برضه. لا انتوا شغالين على 100 قناه، تاخد هنا مش كده برضه. انا فاهمه السؤال بتحبوا تعيدوه يبقى صح.